السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في فيديو جديد من ملعبكم ملعب الهيبة. الاشتراك في القناة، فعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، ونكسبوا الصلاة على النبي قبل ما نبدأ فيديو النهاردة. ما تنساش تستنى الفيديو حتى الآخر، الفيديو ده طويل شوية بس أحداثه كبيرة جدا جدا، واستنى الفيديو حتى الآخر لأن فيه مفاجأة من مجلس إدارة النادي الأهلي. علي معلول اللي انتوا شايفينه قدام حضراتكم ده متصاب في مباراة الذهاب الترجي التونسي الاهلي والترجي التونسي في مباراة الذهاب اتصاب وكان طالع، فاصابته هيجرى عملية الجراحة ان شاء الله غدا بكرة، وهيقعد من 3 شهور الى 4 شهور، وبعد كده هيرجع يتأهل. علي معلول بديل علي معلول. اعزائي الاهلاوي الجميل، نكسب الصلاة على النبي والاشتراك في القناة وفعل الجرس. يلا بينا نخش في اللقاء. إصابة علي معلول يا جماعة هتقعد إلى 6 شهور إلى 9 شهور، يعني هيغيب 9 شهور عن النادي الأهلي ده على الأقل. طيب هيرجع يلعب في النادي الأهلي تاني ولا لأ؟ ولا هيمشي؟ هو خلاص طالب التجديد قبل مباراة الذهاب الترجي التونسي والأهلي. طيب إيه اللي حصل؟ يا ترى بقى الأهلي هيتخلى عنه؟ الأهلي ما فيش الكلام ده يا جماعة، الأهلي ما بيتخلاش، الأهلي مش من النوع ده، الأهلي بيحب دايما اللي بيشتريه، فهو الاهلي مش وحش. كده كده التجديد هيتم تمام، بس ايه البديل لعلي معلول؟ هيتم في النهائي في مباراة السبت الجاي، مباراة مباراة العودة هنا في القاهرة، مباراة يوم السبت الجاي في تمام الساعة 10 مساء. طب ايه البديل؟ وايه مستر كولر هيبدأ بالبديل ايه؟ طب ايه الفترة الجاية هنلعبه ببديل علي معلول امتى؟ هو ما فيش غير بديل بس في علي معلول اللي هو كريم الدبيسي بس. انت ما عندكش غير كريم فؤاد، وكريم فؤاد يعني امكانياته اقل من علي معلول بكتير، لان الراجل ده ما بيلعبش في مكان وما بيلعبش في مكان علي معلول، فمش هيديك الاداء اللي كان بيديلك علي معلول. طيب محمد هاني، هل اللي احنا شفناه دي في مباراة الذهاب يستحق يشارك في مباراة العودة؟ طب استنوني في الفيديو الجاي عشان اقول لكم التشكيل المتوقع. طيب ايه بديل علي معلول في مباراة الترجي مباراة العودة هنا يوم السبت الجاي في تمام الساعة 10 مساء؟ بديل علي معلول في مباراة العودة. كل إدارة النادي الأهلي بتتكلم مين هيقف بديل علي معلول في مباراة العودة. الأهلي خسر 2017 2018 قدام الترجي التونسي، برضه علي معلول ما كانش متواجد مع النادي الأهلي في النهائي، يعني جماهير النادي الاهلي كلها خايفه تخسر النهائي عشان علي معلول مش موجود، وده زي ما يكون ايه بيديلك تفاؤل، بيديلك انت بتفتكر اللي فات. كرة مستقرة على كريم فؤاد في هذا الجبهة اليمين، خلاص كريم فؤاد اللي نزل، كريم فؤاد اللي هيلعب عليه لعب. والله ما انا مصدق ايه اللي انا شايفه ده، مدرب محمد صلاح بيحضن زوجة محمد صلاح، وزوجة المدرب تحضن محمد صلاح، يعني تبادل. فين الدين؟ فين الاخلاق؟ انا مش عارف ايه ده، والله انا مكسوف من نفسي وانا بطلع اقول الكلام ده. والله فين دينك يا محمد صلاح؟ انت هتتحاسب حساب عصير زي ما بيقولوا، يعني حساب ايه ده؟ ما بتغيرش على اهل بيتك تحضن واحد غريب، تحضن واحد اجنبي عليها؟ لا، فين دينك يا محمد صلاح؟ فين الاخلاق؟ انا مش مصدق اللي محمد صلاح بقى بيعمله. فخر العرب مين؟ مش ده فخر العرب، مش ده فخر العرب، فخر العرب ابو تريكه، ولا يعلى عنه ابو تريكه، ومش هيجي زي ابو تريكه، مستحيل. بالفيديوهات المنتشره على السوشيال ميديا دي، مش ده فخر العرب، مش ده فخر العرب. عايش رايكم في التعليقات، انا ما عدتش مصدق اللي كابتن محمود الخطيب بيبارك لمجلس اداره نادي الزمالك على الفوز. كابتن محمود الخطيب بيبارك الشكر والتهنئه والالف الف مبروك، وبص كل حاجه. الخطيب بيبارك لكابتن حسين لبيب ونادي الزمالك كلهم واحد فرد. دي حاجه كويسه جدا، حاجه محترمه جدا للكابتن بيبو. اهلي والزمالك يا جماعه في خناقات كتير جدا، في مشاكل، في بعض. بص احنا بنتخانق، بس الخناقه دي في قلب الملعب، لكن خارج ارضيه الملعب احنا حبايب واحنا اصحاب واحنا في ظهر بعض. ولما انت بتلعب في بطوله افريقيا انا بشجعك، انا لما العب في بطوله افريقيا كاهلاوي اشجعك.
ده كده روح. لكن لما بنلعب خصم ضد بعض، ده الروح بتبقى شاده بيننا وبين بعض في الملعب، لكن بره الملعب احنا اخوات. كابتن الخطيب بيعمل عظمه والله. رسميا ليفربول تاكد ورسميا في استقبال محمد صلاح في الموسم المقبل، يعني محمد صلاح مكمل مع ليفربول مع الموسم المقبل. في حاجه بقى كنت عايز اقول لكم عليها بالفيديو اللي انتوا شفتوه في اول الفيديو لمحمد صلاح. مش اخلاق محمد صلاح ومش اخلاق دينا ومش اخلاق المصريين. رجعت لكم تاني في الماتش، المباراه المقبله اللي جايه ان شاء الله، مباراه العوده بين الاهلي والترجي التونسي في النهائي. مباراه العوده مباراه الحسم بالرقم، يعني اللي هيفوز هياخد الرقم ويرفع الكاس على ارضه. كان لو الترجي جابت فيه الجول في اول اللقاء هتحتفل. لو انت استغليت الفرصه الاخيره واول ربع ساعه وسجلت هدف، مش بس هتضمن ان انت هتفوز بالبطوله، ده انت هتفوز بالبطوله ده مؤكدا. يعني اللي انا عايز عشان ما تقولوش مني، يعني اللي انا عايز اقوله لازم تسجل هدف في اول ربع ساعه. لو انت سجلت هدف في اول ربع ساعه ده النادي الاهلي هتاخد البطوله. لو انت بقى اتلكعت، لو نادي الترجي جاب فيك هدف، قول على نفسك يا رحمن رحمين وودع البطوله. مباراه يوم السبت الجاي مباراه صعبه مش سهله، مباراه لسه ما تسجلش فيها اهداف عشان تحسب. في اي جول ممكن تخسر اللقاء.